منذ بزوغ فجر كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس من دم الشهيد جميل العموري، وبعد عملية نفق الحرية من سجن جلبوع بقيادة محمود العارضة و5 من رفاقه. وما تبع كتيبة جنين من تشكيلات عسكرية على غرار الكتيبة وعرين الأسود، هذا الزخم المقاوم بالضفة المحتلة الذي عم أرجاء الضفة أعاد القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، وأكد أن الشعب الفلسطيني يتمسك برهانه على المقاومة التي لم تغدره يوما. فرغم كل محاولات اغتيال الوعي في العقل الفلسطيني على مشانق أزمات الحياة اليومية، لم ولن تفلح مع الشعب الفلسطيني الذي يقدم في ميادين المواجهة خيرة أبنائه الذين صقلت أنفسهم بسبائك من الذهب الخالص الذي لا يصدأ، رغم الإجرام الفاضح الذي تحمله حكومة نتنياهو الفاسد ووزرائه ممن يحملون نفس الجينات الإجرامية والوحشية، مستغلين انشغال العالم بالحرب الأوكرانية الروسية وما خلفته من مشاكل أغرقته في الكثير من الأزمات وتداعياتها على دول الإقليم، إلا أن الفلسطيني النازف والأسير المعاني والمقاومة الصلب لم يسمح لهذا الانشغال أن يثنيه عن التمسك بحقه في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يعيثون فسادا وإجراما. أهمية المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. لماذا هناك غياب لاستراتيجية فلسطينية تقوم على مواجهة التقارب الإيراني السعودي؟ كيف يمكن أن ينعكس على المنطقة وبالقلب منها القضية الفلسطينية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها مع ضيفي اليوم، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، الأستاذ إحسان عطايا. أهلا بك. أهلا بك وبأسرة القناة وبالمشاهدين الأعزاء. أستاذ إحسان، نبدأ من الأوضاع الحالية والتغول الصهيوني بالضفة المحتلة، خصوصا بعد ما تسمى قمة العقبة. هل برأيك بدأ العدو تنفيذ تفاهماتها؟ وكلنا تابعنا ما حدث في جنين وجبع من اغتيال ما يقرب عن 10 مقاومين. أولا بالنسبة لما قدمت هو مهم جدا في المشهد لنصل بالفعل إلى السؤال الذي طرحته. انطلاق كتيبة جنين بهذا الزخم استمرارا لعملية نفق الحرية الذي شكل البوصلة التي وجهت أبناء الشعب الفلسطيني نحو مقاومة الاحتلال ونحو إمكانية هزيمة الاحتلال وكسر هذا الاحتلال على الرغم من قدراته الأمنية والعسكرية، على الرغم من وحشيته، على الرغم من إجرامه. نستطيع أن نصمد بوجهه وأن نقاوم وأن نحقق إنجازات. ما يحصل اليوم هو فعل طبيعي من أبناء الشعب الفلسطيني أن يستمروا بهذه المقاومة المسلحة، هذه الانتفاضة المسلحة التي نستطيع أن نقول أنها ليست كسابقاتها. هي اليوم تشكل رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، رافعة لاستنهاض الوعي لدى أبناء فلسطين ولدى أبناء الأمة الإسلامية والعربية. ومهما فعل العدو من محاولات سواء باجتماع العقبة أو غيره من الضغوط من أجل أن يجعل من الفلسطينيين أدوات بيده ليقمع المقاومين، لن يستطيع ثني المقاومة. وليس من السهولة بمكان في ظل استنهاض المقاومة في الضفة والتعاون الكبير بين أبناء الشعب الفلسطيني، الوحدة الميدانية التي تشكلت في الضفة، الوحدة الميدانية المقاومة والمقاتلة، اليوم باتت أقوى من كل رهانهم على كسر هذه المقاومة أو على إشغال الشعب الفلسطيني بصراع وصدام داخلي فلسطيني من خلال الأهداف الخبيثة أو بعض الأهداف الخبيثة لاجتماع العقبة، أن يجعلوا من الفلسطينيين يتصادمون ويتواجهون فيما بينهم. هذا أحد الأهداف السيئة التي أرادها
هذا الاجتماع، ولكن إلى الآن فشل هذا الجانب. الآن في موضوع التنسيق الأمني مع الاحتلال، هذا قائم وموجود لدى الكثير، لدى عيون، لديه أيضا عيون، لديه اليوم التكنولوجيا الحديثة، الكاميرات المراقبة، لديه وسائل عديدة لمراقبة الضفة ولمراقبة حركة المقاومين. وعلى الرغم من أن المقاومين أيضا يبذلون جهدهم من أجل تشكيل دائما مفاجآت لهذا العدو وعدم السماح له باختراقهم أو الوصول إليهم. ربما ينجح العدو في بعض المحطات، ولكن أيضا هناك محطات يفشل العدو من الوصول إليها، ولكن للأسف دائما الذي يظهر إلى العلن هو استشهاد المقاومين، فتظهر هذه الثغرات ولا تظهر الجوانب الأخرى المضيئة والمهمة على المستوى الأمني الفلسطيني بالنسبة للمقاومين. أما ما يظهر بالنسبة للمقاومين فهو المستوى المقاوم، المستوى العسكري، الجرأة، الشجاعة، البسالة، هذا الاستبسال الذي بات نموذجا يحتذى على مستوى كل فلسطين وكل أبناء الشعب الفلسطيني. بعد كل مجزرة يرتكبها العدو يأتي الرد سريعا من خلال تنفيذ العمليات التي أطلق عليها بالفردية، وهي بالمقام الأول تعكس حالة الوعي الجمعي في عقول وسلوك الشباب الفلسطيني الغاضب على الاحتلال. ما مدى تأثير هذه العمليات على العدو، خاصة أنها تضر بشكل كبير في هيبة أجهزة الأمنية؟ بالتأكيد أي عملية بطولية لها أثر مهم جدا في عدة اتجاهات. أولا هي ضربة، تكون هذه العملية تشكل ضربة أمنية للكيان، لمنظومة الكيان الاحتلال، ضربة عسكرية لأنها توجه عملا مقاوما وتستهدف صهاينة وتقتل صهاينة وتصيب صهاينة. إذن هي أيضا على الرغم من قدرة العدو العسكرية يستطيع الفلسطيني المقاوم أن يوجه له ضربة على هذا المستوى. أيضا والأهم من هذا كله هي في الجانب المعنوي، هي ضربة لوعي العدو الصهيوني ومعنويات العدو الصهيوني. الصهاينة باتوا يتحسسون وجودهم. هذه العملية تشكل ضربة لوعيهم ورسالة واضحة بأن أرض فلسطين ليست مقاما آمنا لكم. أرض فلسطين هي أرض مقاومة، أرض ستكون مقتل لكم، ولذلك عليكم أن ترحلوا عن هذه الرسائل المعنوية التي تدخل في عمق الوعي الصهيوني. باتت تشكل قلقا كبيرا للعدو الصهيوني وللقيادة الصهيونية، وبالتالي هم يحاولون دائما أن يستوعبوا هذه الضربات وهذه الصدمات، ولكن زيادة الفعل المقاوم، استمرار المقاومة سواء عبر العمليات البطولية النوعية أو عبر المواجهات اليومية المسلحة، هذا كله يؤكد على أن معركتنا مع هذا العدو، مع الاحتلال، معركة وجود. بات هذا العنوان واضحا للصهاينة وواضحا للجميع، ونحن لا نستبعد أن نشاهد العديد من الصهاينة وهم يحملون حقائبهم ويرحلون عن أرض فلسطين بفعل الذهاب إلى أماكن في العالم أكثر أمنا لهم من فلسطين، خاصة بعد هذه الضربات الموجعة التي ينفذها المقاومون والفلسطينيون ويقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة إذا ما توقعنا أيضا مفاجآت مهمة ممكن أن تحصل في قادم الأيام تستنهض هذه الروح المعنوية وتحبط أيضا معنويات الصهاينة. فهذه المعادلة المضطردة، كلما ازداد الفعل المقاوم كلما قصر عمر الاحتلال، كلما ازدادت بسالة واستبسال المقاومين وتحقيق خسائر لدى الصهاينة، كلما أيضا ضعفت عزيمتهم واقتربوا نحو الهزيمة أكثر، واقتربنا نحن نحو الإنجازات والانتصار أكثر. عندما تسلم
وزراء حكومة نتنياهو أمثال سموتريتش وبن غفير وغيرهم ذهبوا إلى تكريس إجرام الكيان في السجون في القدس وفي الضفة. كيف تنظرون لهذا السلوك الإجرامي؟ وهل هو كما يقول مراقبون أنه هروب من الأزمات الداخلية للاحتلال نتيجة وجود هؤلاء في الحكومة؟ هؤلاء أو غيرهم نعم. كلهم حاقدون وكلهم أمعنوا في الدم الفلسطيني، ولكن كلهم بطريقته وأسلوبه. يعني هؤلاء يمكن أسلوبهم واضح الوحشي، غيرهم كان هنا أساليبهم وحشية ولكن ممكن أن يزينوها أحيانا بإيهام بعض الفلسطينيين بالتفاوض أو التواصل أو ما إلى ذلك. هذا كله بالنسبة لنا كفلسطينيين هذه الحكومات كلها سواء، لا تختلف حكومة عن حكومة تجاهنا. يمكن هم يختلفون فيما بينهم، هناك مشاكل كثيرة فيما بينهم، والانقسام الصهيوني الداخلي واضح يشاهده العالم كله، ولكن هذا لا يعني أن هذه الحكومة بالنسبة لنا أسوأ من غيرها أو غيرها أسوأ منها، كلهم بالسوء ذاته. ولكن ما يقوم به هؤلاء اليوم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ضد أسرانا الأبطال الذين نعتبرهم في مقدمة المقاومين، لأنهم الآن في الأسر وما زالوا يقاومون، ولولا أنهم في طليعة المقاومين لما وقعوا في الأسر يعني. ولذلك الأسرى هم عنوان مهم من عناوين نضال الشعب الفلسطيني واستمرار هذه المقاومة ضد الاحتلال واستمرار هذا الفعل المقاوم. وكذلك لا نغفل أيضا الجرحى الذين ربما بعضهم ما زالت جراحهم تنزف. هؤلاء الجرحى الذين سالت دماؤهم على طريق المقاومة ضد هذا الاحتلال، كل هذا الفعل المقاوم، كل الحالة المقاومة بالأبطال العمليات البطولية والشهداء الذين استشهدوا وارتقوا على هذا الطريق إلى الأسرى، مرورا بالجرحى، مرورا وصولا إلى بيئة هؤلاء المقاومين من آبائهم وأمهاتهم الذين نشاهدهم وهم يتحدثون عن المقاومة ويتحدثون عن أبنائهم ويفتخرون بالفعل البطولي لأبنائهم. هذه البيئة على الرغم من أنها تدفع ثمنا بتهديم بيوتها والضغط عليها واعتقال أبناء كل أقرباء ومعظم أقرباء المقاومين يتم اعتقالهم والتضييق عليهم، بالرغم من كل ذلك هذا كله يشكل فعلا مقاوما بوجه هذا الإجرام الصهيوني وهذا الاحتلال الصهيوني. نحن مع الاحتلال في مواجهة دائمة، علينا أن لا نتوقف، لأنه إذا توقفنا يعني أننا سنتراجع وأن العدو سيتقدم علينا وسيحقق إنجازات علينا. كلما استمررنا بهذه المقاومة، كلما وصلنا هذه المقاومة، كلما هزمنا معنويات هذا العدو وحققنا إنجازا عليه وراكمنا فوق إنجازاتنا، وبالتالي اقتربنا نحن نحو النصر واقترب هو نحو الهزيمة. أستاذ إحسان، في ذات السياق إدانات واسعة أطلقها العالم ومؤسساته الدولية حول تصريحات سموتريتش دون فعل حقيقي لحماية حوارة وغيرها من البلدات المعتدى عليها. أليس هذا يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر؟ هؤلاء يعتبرهم الاحتلال في جيبه الصغير. نعم. هو لا يعطي بالا ولا يحترم لا شرعة حقوق إنسان ولا قوانين الأمم المتحدة ولا قوانين دولية، ولا يحترم هذه الدول أساسا التي تشكل الأمم المتحدة. نعم. ولذلك هو دائما يعني إذا راجعنا المسار التاريخي لكل قرارات الأمم المتحدة، على الرغم من أنها جائرة بحقنا كفلسطينيين، وهي تخدم هذا المشروع، لأن المهيمن على هذه القرارات هو الإدارة الأمريكية ودول الغرب الحليفة لهذا الكيان. إذا رجعنا هذا المسار نجد أن العدو لم ينفذ قرارا واحدا من قرارات الأمم المتحدة.
نعم. ويدوسها كلها تحت أقدامه. ليس بحسن. ولذلك نحن بالنسبة لنا نعتبر أن هذا الكيان هو مرتكز على الإدارة الأمريكية وعلى حليفه من دول الغرب الداعم الأساس والكبير له ولوجوده، والذي ينفذ مشروعه في المنطقة. نعم. هذا الكيان هو مشروع لغربي في منطقتنا، اللي ليس باستهداف فلسطين فحسب، بل لاستهداف كل المنطقة. ويستهدف ثروات المنطقة، يستهدف كل خيرات المنطقة، وما نشاهده وما شاهدناه من عمليات تطبيع وتوقيع اتفاقيات مع كيان الاحتلال من نظام عربي رسمي، كل هذا يصب في خدمة الهيمنة على القرار، على اقتصاد هذه الدول، على القرار السياسي، على الأمن في هذه الدول. يعني هو نستطيع أن نقول أنه أوغل على المستوى أيضا الأمني، على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، على الرياضي، كل أنواع، كل ما يخطر على بالنا من أمور. العدو الصهيوني له أيدي سوداء فيها، وله بصمة سيئة في هذه المجالات كلها في منطقتنا. إذن دول الإقليم بشكل أو بآخر تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في فلسطين. بالتأكيد. كيف تقرأ الإقليم وفق هذه الرؤية؟ بالتأكيد اليوم فلسطين هي نقطة الارتكاز في الدفاع عن كل منطقتنا وعن أمتنا العربية والإسلامية. لذلك هي تشكل قضية مركزية لكل هذه الأمة، وبالتالي ما نشاهده اليوم من محاولات لإضعاف الإقليم هو من أجل استمرار وإطالة أمد الاحتلال. وربما نشاهد أيضا مسارات عديدة يحاول الأمريكي والغرب يحاولون الضغط عليها، على دولنا الداعمة والمساندة لقضيتنا من دول الإقليم، من أجل ثني هذه الدول عن دعم فلسطين ودعم هذه القضية ودعم المقاومة. وبالتالي عندما نشاهد الحصار الاقتصادي الشرس ضد إيران، الحصار ضد سوريا وقانون قيصر، محاولة تخريب في العراق، في الموضوع اليمني، في الضغط الاقتصادي في لبنان، في غزة، محاصرة غزة. كل هذا هو لإضعاف المقاومة وإضعاف البيئة الحاضنة لها وإضعاف الدول الداعمة لها في هذه المنطقة. ولذلك نحن نعتقد أن تشكيل حلف قوي من هذه الدول مع قوى المقاومة يستطيع أن يواجه هذا المشروع ويكسر هذا المشروع ولا يسمح له بتحقيق أهدافه. أما إذا تركنا أمريكا وحلفائها يلعبون في ملعبنا دون أن نواجههم، فإنهم سيعبثون وسيعملون على تفتيتنا من أجل إضعاف قوتنا وعدم السماح لنا بمواجهة أو مجابهة هذا المشروع والانتصار عليه. لذلك التحدي هنا قائم لدى كل المقاومة، كل قوى المقاومة، كل محور والمقاومة، كل الدول الداعمة لنا، كل الشعوب الحرة في العالم الداعمة لفلسطين. اليوم برأيي هناك فرصة ذهبية نستطيع استثمارها في ظل الانقسام الصهيوني الداخلي وارتفاع الارتقاء بقوة المقاومة في الضفة. هذا استثمار مهم، هذه فرصة مهمة نستطيع أن نستثمر فيها ونحقق إنجازا مهما ضد المشروع الأمريكي والغربي في المنطقة والصهيوني. تابعنا تصريحات يومية من حكومة العدو بإغلاق المسجد الأقصى آخر 10 أيام من رمضان، وتخوفات من انفجار الأوضاع نتيجة هذه الانتهاكات. كيف ترى هذا المشهد؟ العدو الصهيوني مرعوب من مواجهة المقاومة الفلسطينية. يعني هو لا يتحمل صواريخ المقاومة
وهذا قد شاهدناه يعني في معركة وحدة الساحات. الكل شاهد كيف هرع العدو نحو كل الوسطاء في العالم من أجل إيقاف الصواريخ وإيقاف إطلاق النار. إذن العدو يخشى مواجهة عسكرية، فهو يحاول أو يعمل من أجل قطع الطريق على أن يكون هناك احتكاك أو صدام بين الفلسطينيين، بين المقدسيين، بين المصلين وبين الصهاينة من جنود الاحتلال أو القطعان المستوطنين الذين يحاولون التخريب واقتحام المسجد الأقصى. ولكن نحن نعتقد أن المقاومة بالمرصاد، أن الشعب الفلسطيني في القدس أثبت جدارته في أكثر من مواجهة، وليس من السهولة وليس بالسهولة كسر إرادة المقدسيين وإرادة أبناء الشعب الفلسطيني ورواد الأقصى. أهمية المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي برأيك في هذه الأيام؟ هي مهمة في كل الأيام، يعني مواجهة العدوان الصهيوني تشكل واجب أخلاقي، واجب شرعي، واجب بكل المعايير في مواجهة الاحتلال. ولذلك أي عدم مواجهة الاحتلال والتقاعس عن مواجهة الاحتلال، التقاعس عن القيام بدورنا كحركات مقاومة وكشعب مقاوم، يسمح للعدو باختراقنا وبإضعافنا وبتحقيق أهدافه العدوانية. أما إذا واجهنا هذا العدوان فنستطيع أن نقطع الطريق عليه ونمنعه من أن يحقق أهدافه، وفي الوقت نفسه نكون يعني نكون سائرين في الطريق الصحيح، في الوجه الصحيح. برأيك هل هناك غياب لاستراتيجية فلسطينية تقوم على المواجهة؟ الميدان هو الذي يصنع الاستراتيجية اليوم. نعم. يعني الميدان هو الذي وجه البوصلة ودفع الحالة السياسية الفلسطينية إلى مواكبة هذا العمل العسكري. الانتفاضة المسلحة أثبتت أنها جعلت ودفعت القيادة السياسية المنكفئة أو المتريثة أو المترقبة أن تعيد النظر في قراراتها، وأن الفعل المقاوم هو المهم في هذه المرحلة، وهو الاستراتيجية الحقيقية لتحرير فلسطين. نعم. لذلك الوحدة الميدانية المقاومة، سرايا القدس ركيزة مهمة من ركائز هذا الفعل الذي استطاعت من خلاله أن تشكل تحالفا ميدانيا بين قوى فلسطينية مقاومة من فصائل مختلفة يتشاركون وينسقون فيما بينهم ويواجهون المحتل بشكل قوي جدا وبإرادة قوية وبتعاون كبير. هذا التعاون الميداني، هذه الوحدة الميدانية شكلت رافعة لاستراتيجية المقاومة، مقاومة الاحتلال على طريق تحرير فلسطين، على الرغم من أن القيادة السياسية الفلسطينية مجتمعة لم تتفق ربما على استراتيجية موحدة من أجل مواجهة الاحتلال، ولكن نحن غير متشائمين في هذا السياق، لأن ما يجري اليوم في الضفة، إذا الفصيل الفلسطيني الذي لا يلتحق بهذا الركب، بركب المقاومة، سيفوته القطار ولن يتوقف. القطار انطلق وانطلق بقوة منذ معركة سيف القدس مرورا بعملية نفق الحرية، المحطة الاستراتيجية في تزويد هذا القطار بالطاقة اللازمة من أجل استمراره مندفعا. نعم. وصولا إلى مرورا بمعركة وحدة الساحات، وصولا إلى كتيبة جنين وكتائب المقاومة المختلفة في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة.
سؤال أخير أستاذ إحسان، التقارب الإيراني السعودي كيف يمكن أن ينعكس على المنطقة وبالقلب منها القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد أي تقارب إسلامي أو عربي إسلامي، وأي تقارب بين الدول في هذا الإقليم وفي هذه المنطقة هو يكون في المحصلة لمصلحة مشروع المقاومة وضد مصلحة المشروع الأمريكي، لأن أمريكا معنية بتقسيم وتفتيت المنطقة، وهذا التقارب يسير بعكس تيار التقسيم وتيار تفتيت وتجزئة المنطقة. ولذلك ربما نشاهد الفوائد الأولى إن شاء الله تكون في اليمن لهذا التفاهم ولهذا التقارب، ولكن بالتأكيد فلسطين ستكون لها حصة من هذا التقارب. إذا حلت مشكلة اليمن هذا هو خير لفلسطين ودعم لفلسطين، وإن لم يكن بشكل مباشر. إذا تمت معالجة بعض القضايا المتعلقة بسوريا وكسر الحصار عن سوريا، هذا مفيد أيضا لفلسطين، لأن سوريا تشكل عمقا استراتيجيا لمقاومتنا. وهكذا إذا تم التخفيف عن لبنان أيضا هو تخفيف عن المقاومة الفلسطينية. ففلسطين مستفيدة من عدة اتجاهات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نأمل أن يتوج هذا الاتفاق بالفعل، هذا التقارب، إلى تفاهم كبير يقطع الطريق على كل العابثين على وتر السنة والشيعة، على وتر المذهبية، على وتر التقسيم، على وتر العرب وغير العرب. هذا كله برأيي مفيد لأمتنا كلها وليس فقط لمنطقتنا ولفلسطين. في الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالتحية إلى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، الذي فتح لنا قلبه ومنحنا من وقته الثمين لإجراء هذا الحوار الذي حاولنا فيه أن نكون قريبين من تفاصيل المشهد الفلسطيني الغارق بالإجرام الصهيوني المتواصل على البشر والشجر والمقدسات. شكرا لك. شكرا لكم. بارك الله.